السلام عليكم إخوتي الغاليين، أنا أحمد خير أحييكم فيديو جديد ورمضان مبارك سعيد. في هذا الفيديو إن شاء الله سأتحدث لكم عن طريقة أو كيف تمتلك إيميل يختلف عن الإيميل العادي اللي يقدمه لك مثلا MSN أو جمايل أو الياهو أو أي موقع آخر أو شركة أخرى. هذا إيميل يكون منتهي المقصود بها أنك إيميل طالب. سنشاهد الآن في هذا الفيديو كيف تحصل لإيميل طالب. ستسألني سؤال من حقك تقول لي ماذا سيفيدني هذا الإيميل وما يميزه عن المواقع عن الإيميلات العادية. إيميل طالب اللي يميزه خاصية مهمة جدا أنه يحصل لتخفيضات كثيرة من المواقع. كونك طالب حتحصل لتخفيضات لن يحصل عليها صاحب الإيميل العادي. مواقع كبيرة مثل أمازون، مثل مواقع استضافة أحيانا تقدم أمور مجانية، نعم تقدم دومينات كثير من الأمور مجانية، لكن للطلبة للناس اللي تمتلك دومين طالب. وسنشاهد فيديو إن شاء الله قادم سأتحدث لكم عن موقع يقدم لك دومين .me، تكتب اسمك .me، دومين رائع جدا قدمه مجاني لكن للطلبة فقط. الناس اللي تملك تملك ايميل طالب فقط. لا نطيل عليكم، سأدخل الشرح مباشرة. اشرح لكم اول خطوة كيف تحصل على ايميل طالب. في هذا الفيديو البسيط اخترت لكم جامعة كاليفورنيا اللي من خلالها سنحصل على ايميل. هناك مجموعة من الجامعات الامريكية، من بينها اخترت لكم كاليفورنيا. سنشاهد الان طريقة الحصول. اول شيء ستقوم بالضغط على الرابط الموجود اسفل هذا الفيديو، ستوجهوا مباشرة لموقع الجامعة كما تلاحظون. نأتي للخيار الثالث، نقوم بالضغط عليه، نقوم بالضغط على فند وتختار أي اختيار. على سبيل المثال سأقوم باختيار، اختار أنت أي اختيار، غير ملزم باختيار معين. من بعد تضغط نكست. هنا تبدأ بالتسجيل، تبدأ تسجل معلوماتك الصحيحة فيها. الآن نقوم بفتح الإيميل. هنا تكتب إيميلك اللي في الجمايل مثلا أو اللي في MSN حتى يصلك تفعيل حسابك. وفي الأخير لما نحصل النتيجة النهائية أن سيصبح إيميلنا مثلا gdfk@californiacollege.edu. هذا إيميل طالب اللي حيفيدك كثير من الأمور حنكتشف. هنا تكتب ماذا تريد أن تقوم بتسمية إيميلك، مثلا أحمد خير متاح جيد. هنا الباسورد الخاص بك يكون ما بين 5 و 12 رقم. هنا أي سؤال تكتبه وتجيب عنه. في حال فقدت رقم السري سيسألونك عن هذا السؤال. هنا تحدد دولتك، هنا تحدد عنوانك، حي أو ستريت، تحدد عنوانك. هنا مدينتك مثلا. وهنا لو تطلب رمز البريد الخاص بك. من الأحسن تقوم بملء هذه البيانات، من الأحسن. تحدد الجنس ذكر أو أنثى في هذا المكان، تحدد اختيار عشوائي، تحدد اختيار لفترتها، حدد اختيار من هنا مثلا. تحدد هذا الاختيار، تقوم بالضغط create your account. نشاهد الآن. يجب علي تصحيح هذه الأخطاء اللي وقعت ونستمر إن شاء الله.
أن قليل يحصل على إيميل طالب، لهذا محتمل نقع بعض الأخطاء، لكن سأقوم بشرح إن شاء الله. تقول لي أنه يوجد عندي خطأ في الإيميل، وهذا ما أحاول تعديله الآن. إن شاء الله نمر المرحلة الأخرى لأنها مهمة وأريد تحدث عنها، يعني كيف ستصبح تستقبل إيميلات على هذا واللي خطأ في الهاتف. سنكرر التجربة عدة مرات حتى يتم التسجيل، لأنه أنا لما كنت أفتح حسابي أول مرة هذا موقعي، يعني أحيانا يقول لك باسورد غير مكتمل، أحيانا إيميلك غير صحيح، وأحيانا كل مرة يعطيك خطأ، لكن يجب عليك تكرر المحاولة حتى تحصل على إيميل، لأنه إيميل رائع جدا. لأن في فيديو قادم سأتحدث لكم كيف تحصل على دومين مجاني، لكن مشروط تكون عندك إيميل طالب اللي هو الآن اللي نتحدث عنه. لو تلاحظوا إخوة الغالين، هذه المرحلة الأخيرة، مرينا المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، هذه المرحلة الأخيرة لو يقول لك مبروك أصبح عندك كونت أو أصبح عندك إيميل طالب. إيميل طالب يكون على سبيل المثال أنا اخترت أحمد خير كوليج، يعني كاليفورنيا كوليج.edu. هذا الإيميل هو إيميل طالب خاص بي. بالنسبة لإخوة الغالين، ملاحظين عندما تملأ الاستمارة أول شيء اكتب إيميل يكون هوت مايل، لا تكتب جمايل لأنك لن تمر. الأمر الثاني الهاتف لا تكتبه، اترك مكان الهاتف فارغ. هذه الأمران يعني هم السبب اللي كانوا ما يخلوني يعني انتقل للمرحلة الأخيرة. مجرد تتفادى هذا الأمران حتنتقل للمرحلة الأخيرة ويصبح عندك حساب تستقبل عليه رسائل، حساب طالب. لو تلاحظوا هذا اسمي، ويمكن أي رسالة جديدة تصلني من خلال الإيميل الذي سأضع تصلني على حساب كاليفورنيا أو على جامعة كاليفورنيا. على العموم اخواتي الغالين، هذا شرحي في هذا الفيديو كان شرح مبسط جدا كيف تحصل على إيميل طالب وتتوصل بالرسائل المواقع الأخرى. الآن لو تلاحظوا يمكنني إرسال رسائل من هنا، ويمكنني قراءة جميع الرسائل اللي حتصلني، وإيميلي هو هذا. أول خطوة إخواتي الغالين، نتمنى تحصلوا على إيميل طالب، لأن فيديو قادم سأتحدث عن مميزات هذا النوع من الإيميلات، وسأتحدث لكم عن موقع يقدم لك دومين .me مجاني، يعني حتحصل عليه مجاني بشرط واحد، يكون عندك إيميل طالب اللي شرحت لكم الآن. لن أطيل عليكم إخوتي الغاليين، هذا كل شيء في هذا الفيديو. لو تلاحظوا هذه واجهة الرسائل، يمكنك إرسال بواسطة هذا الإيميل والاستقبال في نفس الوقت. لو تريد ترسل تضغط مثلا سنت ميساج وتكتب أي إيميل آخر. لو تريد أيضا تستقبل إنبوكس الخاصة بك تستقبل منها كل شيء. في جامعات أخرى تقدم نفس الخدمة، لكن فضلت هذه الجامعة أو فضلت كاليفورنيا لأن الرسائل تصل فيها بشكل سريع جدا ومقبولة، يعني مقبولة جميع المواقع. وستشاهدون أهمية هذا الإيميل على الإيميلات الأخرى، وكيف تستفيدوا من المواقع. هذا أيضا سأشرح كيف تستفيدوا مجموعة من المواقع مثل أمازون، تشتروا مشتريات بثمن نصف، وتشتروا مشتريات مواقع أمريكية أخرى بشكل منخفض كبير لكونك تعتبر طالب. أنا أحمد خير، أحييكم وجوه الخير. نلتقي مع الجديد دائما على قناة فابور.
فيديو. يمكن تشاهدني أول مرة، لا تنسى الاشتراك في القناة وضع إعجاب في الفيديو إن نال إعجابك. أنا أحمد خير، أحييكم، تحياتي.